خلونا نتكلم النهاردة بصراحة شوية ونقول طبعا ان ديمون سلاير واحد من احسن الانميات اللي اتعملت خلال اخر 10 سنين. الرسم بتاعه حلو جدا، التحريك بتاعه حلو جدا، الموسيقى بتاعته حلوة جدا. فده واحد من احسن الانميات فعلا اللي اتعمل خلال اخر 10 سنين. بس ده ما يمنعش ان في شوية نقط ضعف واضحة جدا في انمي ديمون سلاير. ولو ابتديت تبص من المنظور ده هتلاقي فعليا ان في منطق في النقط الضعف اللي انا هقولها لكم خلال الفيديو ده. فلو اول مرة تشوفني ادخل اعمل لي لايك وفولو ويلا بينا نبدأ. نقطة الضعف الحقيقية في الانمي بتاع ديمون سلاير هي الكتابة او القصة ذات نفسها. طبعا مش نقطة الضعف بتاعته الرسم، لان الرسم بتاعه حلو جدا، ولا التحريك، لان طبعا اكيد شفنا انيميشن حلو جدا في الاحداث بتاعت الانمي. بس نقطة الضعف اللي واضحة واساسية هي القصة او الكتابة بتاعت الانمي ذات نفسه. وده بيحصل علشان التكرار بتاع التركيبة النفسية اللي بتتعاد في الاحداث بتاعت الانمي. وده مش رأيي انا فتحي شخصيا، لا ده رأي عدد كبير من النقاد اللي اتفرجوا على الانمي واللي وصفوه بان هو انمي مذهل من الناحية البصرية. يعني الرسم بتاعه حلو جدا والتحريك وكل حاجة فيه هتشدك، بس ضعيف جدا في الحتة بتاعت السرد او الكتابة او الحتة بتاعت القصة. وعشان ابسط لكم الموضوع شوية، القصة بتاعتنا بتتكلم عن ان تانجرو بيحاول ان هو يرجع نيزيكو اخته من ان هي تكون انسان عادي بعد ما بقت شيطان في اول حلقة لما اهله ماتوا كلهم وما تبقاش غير هو واخته. فطبعا دي حاجة نفسية حلوة وهتشد اي حد من اول حلقة ان هو يتفرج على الانمي. ودي فعليا الحاجة اللي شدتني في الانمي لما ابتديت ان انا اتابعه. لكن لما تمشي بقى شوية في الاحداث وتدخل في كل ارك هتلاقي ان الاركات او الافكار بتتكرر تاني. يعني مثلا القرية في خطر، بعد كده يظهر شيطان مش عارف عامل ازاي، بعد كده تانجرو يروح علشان يقاتل الشيطان ده فيحصل فلاش باك للشيطان ده وقد ايه حياته كانت مأساوية. بعد كده يحصل شوية يعني دموع والناس تفتكر الماضي بتاعه، وبعد كده تانجرو يقتله ويكسب الشيطان اللي هو بيحاربه. والارك التاني اللي بعديها بيكون برضو بنفس الفكرة او بنفس ترتيب الاحداث اللي انا بقولك عليها دي. فالنمط بتاع الكتابة او القصة بتاع ديمون سلاير ذات نفسه هو اللي فيه مشكلة. وتانجرو مثلا من اول حلقة وهو شخص طيب وكيوت، ما جاتلوش اي نقطة سوداء او اي تحول بشكل غريب زي مثلا ما شفنا في اتاك اون تايتن ايرين لما اتحول للشخصية اللي احنا شفناها في اخر سيزون، او لما مثلا في هانتر اكس هانتر شفنا جون لما اتحول وهو بيحارب بيتو. انا عارف ان في المانجا تانجرو هيتحول قدام شوية بس مش عايز احرق الموضوع ده. بس برضو مش ده الحاجة الكفاية ان احنا نستنى فيها المدة دي كلها علشان يحصل التحول او لحظة الغضب او اللحظة اللي احنا هنشوفها من تانجرو يعني لما هتيجي. وبرضو من النقط التانية، رغم القوة بتاعة الشياطين اللي احنا بنشوفها في انمي ديمون سلاير، غير ان كلهم عندهم نفس الماضي المأساوي. يعني مفيش شيطان ما عندوش ماضي مأساوي. لازم يبقى مثلا الشيطان ده كان بيحصل له حاجة اهله بيعذبوه، زي ما شفنا مثلا في الفيلم الجديد الماضي بتاع اكازا قد ايه ان الناس كانت وحشة معاه ومعرفش ايه. فده اللي خلاه يوصل للشخصية اللي احنا شفناها في الانمي. فده اتكرر اعتقد في كل الشياطين اللي ظهرت في الاحداث بتاعت الانمي، نفس الماضي المأساوي اللي الناس بتشوفه. واصلا على موقع ماي انمي ليست فيه كومنتات كتير قوي بتيجي على النقطة دي، ان الشياطين كلها عندها نفس العمق العاطفي اللي احنا شايفينه جوه احداث الانمي. فانا تصوري ان في نقطة كمان، ان هي الانمي بيعتمد على الرسم والتحريك اكتر ما هو بيعتمد على القصة. وده اللي خلى موقع انمي نتورك نيوز ان هو هيقول ان الانمي بتاع ديمون سلاير هو انمي قوي جدا بصريا ولكن ضعيف جدا في حتة القصة أو في حتة الكتابة. وكمان برضو من النقط التانية هي علاقة تانجرو بالناس التانية. يعني مثلا علاقة تانجرو بزينيتسو. زينيتسو طول الانمي هو قاعد يعيط وعيل عيوط، ما شفناهوش بس غير في اللقطة اللي شفناها في الفيلم اللي فات واللي هو كان فعليا فيها شخصيته بشكل جدية شوية. بس هل هيكمل كده في الانمي ولا لا؟ هيبان معانا، مش عايز احرق لكم يعني الاحداث. ونفس الفكرة برضو في إينوسكي. إينوسكي على طول شخصية متهورة ومش بنشوف تطور للشخصيات الجانبية دي. يعني احنا بنشوف تطور في شخصية تانجرو بس مش التطور برضو اللي أنا يعني متوقعه، بس بنشوف فيه شوية تطور. لأن الشخصيات التانية بحس إن التطور فيها مش على قد
الشخصيات اللي هم عاملينها. وفي ناس برضو بتلوم ان الانمي مفهوش حاجة فلسفية زي ما احنا مثلا شفنا اتاك اون تايتن. فالخلاصة انمي ديمون سلاير عمري ما هقدر اقول عليه ان هو انمي وحش، بس اللي ممكن اقدر اقوله ان هو انمي غير مكتمل من جميع الجوانب. يعني حتة الرسم والتحريك فيه دي لا غبار عليه، محدش هيقدر يتكلم. بس انا الكومنتات بتاعتي شوية في الحتة بتاعت القصة. انما هل هو انمي حلو؟ اه طبعا انمي حلو. هل تتفرج عليه؟ اه طبعا تتفرج عليه. بس هل هو احسن انمي شفته في حياتي؟ اكيد لا. عشان في ناس ممكن تقول ان ده احسن انمي شافته في حياتها. انا بحترم طبعا ارائهم، وهو كل واحد حر في رايه، بس من وجهة نظري ان هو لا، ده مش احسن انمي اكيد انا شفته في حياتي. فقول لي انت ايه رايك في الكومنتات، وهل فعليا شايف الكتابه بتاعت انمي ديمون سلاير فيها مشاكل، ولا بالنسبه لك الكتابه حلوه جدا؟ ولو اول مره تشوفني ما تنساش تدخل تعمل لي لايك وفولو.